سلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شوت 360. لا تنسوا اللايك والاشتراك ومشاهدة ممتعة. لقطة ممكن تشوفها لأول مرة بكل تاريخ المنتخب المغربي يا رجل. الجمهور المغربي عم بيطلق صافرات استهجان على لاعبين المنتخب من بعد تعثرهم أمام مالي في بطولة أفريقيا. الجمهور المغربي غاضب من اللاعبين ومن أداء المنتخب من بعد التعادل بهاي المباراة في بطولة أفريقيا على الأراضي المغربية يا رجل. جمهور المغرب مش عم بيستوعب إنه هذا المنتخب اللي حصل على رابع كأس العالم في 2022 أداء غير مقنع من المنتخب المغربي اتجاه الجماهير. من بعدها قابلوهم بصافرات استهجان. المنتخب المغربي من بعد هذا التعادل تراجع إلى المركز 11 من بعد ما كان المركز العاشر في تصنيف المنتخبات العالمية. مستوى غير مقنع من المنتخب المغربي. من العالم بتقلك المغرب افضل منتخب عربي توب 10 بالعالم. المغرب صابوه معان ولا كأنه المغرب اليوم السلسلة كسرت 19 مباراة. اليوم اول تعثر للمغرب من بعد 19 مباراة. كل من ورا شو؟ من ورا مبابي نحس. ترى نحس يا رجل. ولا كأنه المغرب يا جماعة. سحر عاملينه سحر مستحيل. هيدي طابع على المرمى. هيدي قدامك يا رجل. هيدي قدامك. هيدي كيف تضيع؟ هيدي بنت الصغيرة حتى قدام مرمى بتفوت الجول. كيف طلعت هيك من لاعب احترافي؟ المرمى فاضي. كيف طلعت لفوق؟ طابع الله اعلم. يا جماعة مسحورين. بدهم شيخ يرقيهم المنتخب الليلة دغري قبل النوم. يجي شيخ يا جماعة يرقي اللعيبة واحد. وينك يا حكيم يا رجل؟ ارجع بقى يا اخي. هيدا نص المنتخب، هيدا قائد المنتخب، هيدا روح المنتخب. لا شباب يا رجال، اخر مباراة بيدونا وجهنا. بدناش مصر والمغرب تاني دور. في حال المغرب ما فاز اخر مباراة، المغرب امام مصر بدور التاني. هيدي كارثة مش مصيبة، هيدي كارثة. واحد منه يطلع دغري دور تاني. فوزوا اهل المغرب، فتحوا الاصل. مباراة النسيان النهارده أهل المغرب. بإذن الله عودة حكيمي حتكون باب عودة الأسود الأطلس. أغرب شيء صار في مباراة المغرب ومالي تدرون شنو؟ كل أبوكم تعرفون حضور كيليان مبابي، ولكن الصدمة مو هنا. الصدمة أن الأهداف 2 يلي سجلوهن المغرب ومالي جت من ركلات جزاء. يعني وجود كيليان مبابي وجود مستر بلنتي مختلف. يا جماعة أنا صدمت. وعلى فكرة ترى هناك ركلة جزاء للمغرب ما احتسبت، الكل شافها. وحتى وليد الركراكي في الدقيقة 90 طالب الفار، ولكن الفار لغى كل شيء. إن ليس هناك ركلة جزاء ولكن هناك بلنتي. يعني المباراة ممكن تشهد الأهداف كلها ركلات جزاء. معقولة مستر بلنتي هذا الشيء واصل فيه يا جماعة الخير؟ والله يمكن أغرب شيء يصير بالبطولة حضور كيليان مبابي. هذا مو غريب، ولكن الحضور مو هنا. أول ما حضر كيليان مبابي المباراة انتهت 1-1 واثنينهم مسجلين بلنتي. غريب. مغاربة ما تقولوا لا منا عندكم جوارة فري يتمناهم أي مدرب. سبابكم رقراقي، سبابكم راس الأفوكا. هو اللي سبابكم الصلعة مول الصلعة هو سبابكم. كي وناحي إبراهيم دياز كانوا هما اللي مبير جوا في البارتية، تروح تخرجهم بتفلسف بتولي غوارديولا. ما فهمت انا. رقراقي بتولي غوارديولا يا ولد. يا ربي وانت تنهاق وما تديرهاش. بتولي غوارديولا بالسيف. اي القنطة ركبتها المغاربة. كنتو غاية مغاربة. جا هذا الفكرونة عطاكم الحس. ها والله هذا هو السبة. هو رقراقي الفكرونة. سلاحف النينجا ولا مغاربة. لكن ماشي رقراقي. العين خويا حكمتكم. هاي ركبت لكم العين. لا سمحوا لي. العين مسلمين مكتفين. بخروا يا مغاربة بخروا. ديروا الملح. يا العين شدت فيكم. وراس الافوكا لعبها تينهاك. الله يعطيك غما افوكا. روح يستقيل. ديروا حمله قولوا يستقيل. جيبوا هذاك تاع كسموه تاع كاس العرب
سكيتيوي، جيبوا سكيتيوي. من تواضع لله رفعه. هذه هي. احنا ما خصناش اوترينا اللي دابز مع الصحافه. هالي تلاقيتو احسن مني جيبوه يقضب لي الفرقه. ها كاين سكيتيوي، من تواضع لله رفعه. هذه هي مغاربه. رقراقي هو سباوكم وناحي كانوا غايه، راه خرجهم طار الحمام. حاجة من ثلاثة، يا إما منتخب المغرب ده منفوخ إعلاميا واخد ضجة زيادة عن اللزوم، يا إما زي ما أنا ملاحظ لعيبة المغرب مخضوضة ومش حاسة بقيمة الحدث، يا إما الحاجة الثالثة إن منتخب المغرب ده خد عين واتحسد. المنتخب المغربي يتعادل مع منتخب مالي 1-1 تاني مبارياته في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، البطولة اللي بتتلعب على الأراضي المغربية، يعني بتلعب في أرضك وسط جمهورك. ولكن حتى الآن المنتخب المغربي غير مقنع على الإطلاق، وده اللي كنت قلته في كلامي بعد مباراة المغرب أمام جزر القمر. المنتخب المغربي النهاردة قابل منتخب صعب من الناحية الفنية ومن الناحية البدنية، إن المنتخب المالي فعلا من المنتخبات الصعبة ومن المنتخبات اللي لما بترخم قوي، عندهم قوة بدنية عالية قوي وبيلعبوا بطريقة دفاعية محترمة، ولكن في نفس الوقت منتخب خطر جدا في المرتدات. ولكن هل قوة المنتخب المالي هي السبب الوحيد لتعادل منتخب المغرب النهاردة؟ للأسف لا، لأن المنتخب المغربي برضه قدم اداء متوسط جدا على مدار ال90 دقيقه. انت قاعد بتتفرج على المباراه ما تبقاش فاهم، تحس ان المنتخب المغربي ناقصه حاجات كتير قوي، ناقصه حاجات كتير على مستوى منظومه خط الوسط، ناقصه حاجات كتير على مستوى المنظومه الهجوميه، ناقصه حاجات كتير على مستوى الافكار الفنيه للمدير الفني وليد الركراكي، وده اللي مخلي شكلهم مش مقنع لاي مشاهد. وده مش تقليلا من المنتخب المغربي على الاطلاق، ان الواحد مستغرب ان المنتخب ده كان واخد هايب كبيره جدا قبل البطوله، منتخب يعتبر هو المرشح الاول للفوز بالبطوله، وده لعدة أسباب. البطولة بتتلعب على أرضك وسط جماهيرك، بطولة غايبة عن المغرب بقالها كتير قوي، وفي نفس الوقت تطور الكرة المغربية في كل العناصر في الفترة الأخيرة ده اللي خلى الناس تدي الهايب للمنتخب ده. لكن أغلب فترات الماتشين اللي لعبهم المنتخب المغربي سواء في الجولة الأولى قدام جزر القمر أو في الجولة الثانية قدام منتخب مالي هي فترات مملة جدا، مجرد حلول فردية موجودة عند بعض اللعيبة لا أكتر ولا أقل. لكن على مستوى منظومة فريق وعلى مستوى هيكل كامل لا، منتخب المغرب عنده نواقص كتيرة جدا. الواحد كان بيتمنى المنتخب المغربي يكسب النهارده عشان يضمن صعوده للدور القادم كمتصدر للمجموعه زي ما حصل مع المنتخب المصري، يبقى الفرحه فرحتين، يبقى فرحنا بالمنتخب المصري ونفرح برضه بالمنتخب المغربي. ولكن منتخب المغرب يؤجل حسم الصعود سواء كمركز اول او كمركز ثاني، لان كده كده المغرب هتصعد من المجموعه دي للدور القادم وللجوله الثالثه عندما يواجه المنتخب المغربي منتخب زامبيا. ترتيب المجموعه زي ما انت شايفها، فلسه المجموعه دي ما اتحسمتش بشكل كبير، لسه ما نعرفش مين هيكون اول ومين هيكون تاني ومين ممكن يصعد كأفضل توالت، ان كل الحاجات دي هتتحدد بناء على نتائج الجولة. شكرا لك على المشاهدة، لا تنسى اللايك والاشتراك، أراك في الفيديو القادم.